يلا نبتدي نعمل حاجة حلوة مع بعض. نسمي الله كده ونبتدي. احنا النهاردة هنعمل كيكة. انا جبت كوبايتين دقيق نخلتهم، وجبت بيضتين. انا بعمل على كل كوباية دقيق بيضة، وكوباية سكر، وكوباية الا ربع زبدة، ومعلقة فانيليا، ونقط واللي حطيت على الدقيق بتاع ده ظرف كيك شيف، و... وبتاع ده، ويعني شوية ملح صغيرين. انا النهارده هعملها اللي هي نص فانيليا ونص شوكولاته. هنا كنت ضربت السكر مع الزبده، بعد كده هنزل عليهم باللبن. انا اللبن هحطه حاجه حاجه، يعني مش هكبه مره واحده، لا، لحد لما اشوف القوام اللي انا عاوزاه. وهنزل بالبيضتين مع شويه فانيليا، وهخلط فيهم جامد لحد لما احس ان السكر خلاص داب ملوش ملامح، وهتحسي بيه وانتي بتخلطي بس. وهنزل هنا اهو، هنزل عليه بالفانيليا. انا اول مره بصراحه اعمل كيكه شوكولاته وفانيليا في صينيه واحده. انا يا كنت اعملها شوكولاته كلها يا فانيليا، قلت طب اجرب كده اعمل فانيليا وشوكولاته في نفس الصينيه. بس كانت حلوه، كانت طريه قوي وعجبتني بصراحه. كان طعمها حلو. هنا حطيت الخليط، هحطه بقى، انزل عليهم على الدقيق، واقلبهم كده. شوفهم لو محتاجين لبن تاني حطي عليه. اهو قوامها كده كويس. انا بعمل الكيكة في صاج، بصراحة بتنجح معايا احسن من الصينية. هي اي نعم ما بتبقاش مرتفعة زي الصينية، بس لا، حلوة بصراحة، بتطلع معايا في الصاج ده حلوة. انا بحب اعملها في الصاج. هنا اخدت نص الخليط كده في الصينية، واحط عليهم معلقتين، وهرجع احط عليهم معلقتين كاكاو تاني. اول مرة استخدم كاكاو دريم، حلو. طعم الشوكولاتة فيه حلو قوي. انا كنت بجيب الكاكاو الخام بصراحة سايبة. لا، حلو. وهحط برضو اللبن على حسب لحد لما اشوف القوام بتاع الكيكة. وهرجع برضو احط عليهم معلقتين تاني كاكاو، واخلطهم. وطبعا كنت مشغلة الفرن. اللبن احطه على زي لحد لما اخلي القوام اللي انا عاوزاه، عشان ما احطش اللبن كله بعد كده يرجع القوام يبقى سائل مني قوي. قوامها كده كويس. هحط بقى كده بقية الصاج. وايوه، هدخلها الفرن. اظبطها بس كده وادخلها الفرن. اهبدها بس كده هبدتين بس، طلع منها الهواء وادخلها الفرن. ايوه، هنا كده كانت طلعت. بصراحة انا قطعتها، يعني ما سبتهاش تهدى شوية، لا، قطعتها على طول يعني، واكلنا منها يعني. اهي، والله كان طعمها جميل جدا. عايزة تزودي سكر بقى، عايزة تقللي السكر براحتك. وهي اللي بالشوكولاتة. يا رب الفيديو يعجبكم. تنسونيش يا حبايبي في اللايك والاشتراك في القناة وكومنت حلو منكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم.